السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، دمتم بخير وين ما كنتوا. أنا سناء إدريس، وقصتنا قصة من 17 نوفمبر 58 إلى 25 مايو 69. تعددت الانقلابات العسكرية في السودان والهدف واحد. فهل كانت مايو تحالفا سياسيا ما بين القوى اليسارية والديمقراطية في السودان، أم أنها امتداد للصراع الدائم أو الدائر ما بين مصر والقوى الأخرى على غرار ما حصل في 17 نوفمبر 58؟ عشان نعرف تفاصيل أوفى خليكم معي. مرة أخرى استلم الجيش السلطة في مايو في 25 مايو سنة 69، واحتوت تشكيلة السلطة بجهازيها العسكري والمدني على عدة اتجاهات ومنابت سياسية. فهناك مثلا النميري المعروف والملاحق لنزعته الانقلابية، وهناك بابكر عوض الله اللي ارتبط اسمه بأحداث كثيرة مهمة بثورة أكتوبر، واللي آثر الاستقالة من رئاسة القضاء احتجاجا على رفض البرلمان الحكم القضائي المتعلق بشرعية الحزب الشيوعي، وفيما بعد طرح من قبل الشيوعيين كمنافس لرئاسة الجمهورية قصاد الزعيم الأزهري. هناك فاروق حمد الله المعروف بنشاطاته الوطنية المستقلة في صفوف الضباط الأحرار. وبالإضافة لما ذكروا، فهناك في شخصيات كثيرة متعددة الاتجاهات. فهناك الشيوعي والختمي المتأرجح بين الختمية والناصرية، والناصري ميوله ممزوجة بصداقة شخصية مع بابكر عوض الله، والوطني الاتحاد. خلاصة الأمر إنه المجموعة احتوت على عدة اتجاهات مختلفة، ومن المعروف إنه تنظيم الضباط الأحرار هو اللي قام بانقلاب 25 مايو 69. بعدين سعى للتحالف مع القوى اليسارية، وعلى الرغم من إنه الحزب الشيوعي كان رافض للانقلاب، إلا إنه أشركوا اثنين من عناصره واللي هم بابكر النور وهاشم العطا في مجلس قيادة الثورة، على الرغم من عدم اشتراكهم في التحرك. ووفقا لكلام الفريق عبد الرازق الفضل، إنه تنظيم الضباط الأحرار السوداني اتكون سنة 52، وده كان بزعامة البكباشي يعقوب كبيدة. ونفى عبد الرازق إنه يكون تنظيم الضباط الأحرار المصري أي علاقة بتنظيم الضباط الأحرار السوداني، أو إنه مصر تكون عندها علاقة مباشرة بتنظيم الضباط الأحرار السوداني، إلا إنها الثورة المصرية بقيادة الضباط الأحرار المصريين كانت دافع أساسي للسودانيين عشان يقوموا تنظيم مماثل للي حصل في مصر. غير كده، إنه الضباط المصريين اللي كانوا في السودان عرضوا على التنظيم الحديث في السودان المساعدة في أشياء قد تكون غايبة على التنظيم الحديث في السودان، يعني تقديم النصح وكده، من باب تقديم النصح واختيار النظام المناسب في حالة إنه التنظيم نجح، وكيفية إخلاء العناصر في حالة فشل النظام، وده طبعا عشان ما يقوموا بالقبض عليهم. وذكر الفريق عبد الرازق إنه بجانب المساعدات اللي قدمها أو عرض المساعدات اللي قدموها الضباط المصريين، فقامت القوات المسلحة المصرية بتقديم مساعدات لقوة دفاع السودان بعد اتصالات تمت بين البكباشي صلاح سالم والبكباشي محمود حسيب، وبين البكباشي محمود حسيب والرئيس جمال عبد الناصر. ومن الجدير بالذكر إنه نقول حصل
يعني اتجاهين داخل تنظيم الضباط الأحرار السوداني. فكان واحد مؤيد للوحدة مع مصر، وواحد ده كان بقيادة يعقوب كبيدة، البكباشي يعقوب كبيدة، وواحد تاني رافض الوحدة أو الاندماج حركة الضباط الأحرار السودانية مع المصرية، وده كان بقيادة البكباشي أو الساق عبد الرحمن كبيدة. استمر تنظيم الضباط الأحرار بتكوين قواعد له في الوحدات المختلفة، وكان بيعمل دعاية له وسط الضباط عبر منشورات سرية. وما أقدم التنظيم على الاستيلاء على السلطة، ما أخذ الخطوة دي إلا سنة 57، وده لما أعلن اللواء إبراهيم عبود يوم 13 يونيو سنة 57 إنه وصلت لمسامع القوات العليا في الجيش في بعض الحركات، بعض التحركات داخل صفوف الجيش، قصدها إنها تثير الغلاغل. وكانت التحركات دي من قبل ضابط أحد الضباط في الجيش برتبة صاغ، ومعه بعض ضباط الصف تم التحفظ عليهم عشان يحققوا معاهم. وكان الضابط المقصود هنا اللي قام بالمحاولة الانقلابية دي هو الصاغ عبد الرحمن كبيدة، وكان في الوقت ده بيعمل في مدرسة المشاة في أم درمان. ومن الجدير بالذكر انه من ضمن الاسماء اللي تردد، من ضمن اسماء الضباط اللي ترددت اسمائهم في محاوله الانقلاب الفاشله كان اسم الرئيس السابق جعفر محمد نميري، وكلهم احيلوا للتحقيق. وفي مارس سنة 59 كانت أول محاولة جادة من تنظيم الضباط الأحرار، محاولة انقلابية جادة من تنظيم الضباط الأحرار، باعتبار أنه حركة كبيدة سنة 59 ما كانت منظمة، وسنة 59 كانت أكثر تنظيم. من مارس لنوفمبر 59 حصلت عدد من الانقلابات باءت جميعا بالفشل. بعدها أعاد تنظيم الضباط الأحرار تنظيم صفوفه بوجوه جديدة. ولما قامت ثورة أكتوبر 64 اختبر التنظيم قوته، وده كان لما كانت عبر محاولات فردية في أحيان وفي محاولات جماعية في أحيان أخرى. ومن المعروف أنه في ثورة أكتوبر أو خلال ثورة أكتوبر رفض الضباط إطلاق النار على المتظاهرين. صعد تنظيم الضباط الأحرار ضغوطه على حكومة عبود أثناء ثورة أكتوبر 64 لما قاموا 60 ضابط بتسليم مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوا فيه بتسليم السلطة للمدنيين وتكوين مجلس قيادة الثورة. وحملوا العريضة أو المذكرة دي للقوات المسلحة أو لرئاسة القوات المسلحة وهم بيحملوا أسلحتهم. أسهم موقف الضباط الأحرار في النهاية إلى سقوط حكومة عبود، وبعد استقالة حكومة سر الختم الخليفة سنة 1965 وبعد ما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة دارت اتصالات بين البكباشي محمود حسيب والبكباشي جعفر محمد نميري، وكان ده بيدور حول استيلاء الجيش على السلطة إذا ما تكونت الحكومة خلال أسبوع واحد. ويبدو كده من خلال النشرة السرية اللي كان بيصدرها تنظيم الضباط الأحرار إنه كان فعلا مخطط لانقلاب على حكومة عبود، وده كان من المفروض إنه يتم له خلال من 63 إلى 64. لما قامت ثورة 64 أوقفت المحاولة الانقلابية اللي كان بيعد لها تنظيم الضباط الأحرار. ذكر التجاني محمد عبد اللطيف إنه تنظيم الضباط الأحرار السوداني كان بيفتقر للأرضية الشعبية، يعني ما كان عنده أرضية شعبية تدعمه إذا ما استولى على السلطة وأعلن رؤيته السياسية. فقام فاروق حمد الله مستغلا زمالة الدفعة مع محمد محجوب شقيق عبد الخالق محجوب
بالتعاون مع الشيوعيين للحصول على الأرضية الشعبية، واللي هو كان بيرى فاروق حمد الله وبعض الشيوعيين ضرورة الالتحام مع الحزب الشيوعي من أجل صنع قاعدة شعبية تدعم في حالة استلام الضباط الأحرار السلطة في السودان. وفقا لكلام التجاني محمد عبد اللطيف، إنه فاروق حمد الله واللي كان بيبحث عن حليف للثورة المرتقبة تحول من الشيوعيين إلى القوميين العرب، وده لما التقى ببابكر عوض الله. وهنا نقل التجاني محمد عبد اللطيف رواية أحد الضباط المتقاعدين التقاء فاروق حمد الله ببابكر عوض الله، وذكر الضابط المتقاعد ده إنه هو كان في معية أو كان بصحبة فاروق حمد الله والطيار كبساوي، وكانوا بيتناقشوا عن الأوضاع المتردية في البلد وحول حكومة إبراهيم عبود والسخط المتزايد. استحضروا حديث سمعوا ورواه له أو حكاه لهم لما كان مع بابكر عوض الله، وكان قال جمعته به علاقة صداقة، وقال إنه بابكر عوض الله كان ساخط جدا على حكومة عبود. هنا لخص التجاني محمد عبد اللطيف، قال لحد هنا لما يتذكر اسم بابكر عوض الله تحول تماما انتباه فاروق حمد الله من الشيوعيين وركز مع أو وجه تركيزه إلى بابكر عوض الله، ووجه الضابط اللي حكى له عن بابكر عوض الله إنه يكتر زياراته لعوض الله، يعني بالبلدي كده يكتر زياراته ويعمق علاقته، عشان في حاجة اتنين كده عايزين نعرفهم من فوق. يعني كان الحاجة الأولى اللي هو مدى استجابة بابكر عوض الله في حالة قيام بعض الضباط بانقلاب يطيح بحكومة عبود. اثنين، عايزين يعرفوا مدى مساندة مصر لعوض الله إذا قبل التعاون وقيادة العمل السياسي. وكان عند فاروق حمد الله معلومات إنه الدرديري أحمد إسماعيل اللي هو خال بابكر عوض الله وهو مندوب السودان في الجامعة العربية بيتمتع بمكانة كبيرة عند جمال عبد الناصر. ونبه الضابط اللي هو كان المفروض يتعامل مع بابكر عوض الله إنه يكون حريص وما يذكر أي أسماء أو تحركات بتخص الضباط اللي حيقوموا بالمهمة. وذكر الضابط اللي كلف بالمهمة دي إنه نجح في المهمة، بالرغم من إنه بابكر عوض الله كان كثير الشكوك والاستفسارات، إلا إنه كان مرتاح لفكرة العمل والقيادة السياسية. ذكر التجاني محمد عبد اللطيف إنه التواصل أو الاتصال مع بابكر عوض الله جاء في الوقت اللي كانت بتتحسس فيه القاهرة البديل لعلاقاتها المتدهورة بقادة الحزب الوطني الاتحادي. وأضاف التجاني معلومات بتؤكد علاقة بابكر عوض الله بالرئيس جمال عبد الناصر لما روى عن محمد أحمد المرضي قطب الحزب الاتحادي لما كانوا في زيارة أو كانوا في لقاء مع الرئيس جمال عبد الناصر، كان بيصحب هو محمد أحمد المرضي الزعيم الأزهري. رد عبد الناصر على تقويم سياسي على الأزهري بأنه عنده معلومات من مصدر آخر موثوق. ولما ظهرت علامات الدهشة والاستغراب على الأزهري تكلم عبد الناصر بتلقائية أو رد بتلقائية بابكر قال لي. واصل التجاني كلامه وقال يتطلب التحالف الجديد مع مصر مع بعض أعضاء تنظيم الضباط الأحرار التعامل في سرية تامة من أجل إنجاح العمل ومع أشخاص بيتمتعوا بثقة بابكر عوض الله، وده عشان ينجح المخطط
في السودان على خلفية أو على الأرضية أو على شعبية جمال عبد الناصر في السودان. وأشار التجاني إلى أنه بابكر عوض الله شرع في تهيئة الرأي العام السوداني عبر عدة أشخاص، وذكر منهم التجاني واحد من الأشخاص دي رمز له بالحرف هاء ورفض ذكر اسمه، وقال إنه هذا اللي كان من ضمن قادة القوميين العرب، وكان بيتمتع أو بموقع في اتحاد الطلبة في جامعة القاهرة فرع الخرطوم. وذكر هاء إنه في سنة 1963 اتصل عليه الطالب المصري فتحي أمين اللي هو كان في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وقال فتحي أمين ده هو كان طالب موضع اهتمام أساتذة الجامعة المصريين، وده اللي لفت له الانتباه بأنه في شبهة أنه يكون بيتعامل مع المخابرات المصرية، علاوة على أنه كان أحد دعامات القوميين العرب وسط اتحاد الطلبة، وكان اتصاله بي لمقابلة ضابط برتبة كبيرة في الجيش الأردني اللي كان وصل الخرطوم في مهمة خاصة. ولما تقابلنا مع الضابط ده طلب مني الضابط توجيه نشاط الطلبة أو تحويلهم لاستقبال نظام عسكري يطيح بحكومة عبود أو يهيئهم على كده، وأبدأ الضابط استعداده لتقديم دعم مادي من أجل أغراض التعبئة، وانتهت المقابلة بعد حوار طويل. ومع أنه التجاني محمد عبد اللطيف ما ذكر تاريخ معين في الاتصالات ببابكر عوض الله، إلا أنه هو بيرشح أنها كانت في الفترة من 63 و 64. وقال محجوب برير لما التقى ببابكر عوض الله فذكر له بابكر عوض الله، قال له يا محجوب، بما انك انت بتقوم بعمل جليل يعني من اجل وحده مصر والسودان، وعشان تتمكن من اداء مهامك واتصالاتك وتحركاتك فانت بتحتاج لعربيه في تنقلاتك، وانا شايف انك انت ما عندك عربيه. فلما أبدى له محجوب برير رغبته في إنه يشتري عربية ولكن ما عنده القيمة الكافية لشرائها، قال دخل بابكر عوض الله لبيته وطلع تاني وشايل معاه مبلغ من المال، شايل معاه قروش، فأداه مبلغ 1000 جنيه، فقال له يا محجوب دي 1000 جنيه أعتبرها سلفة مني، ودي بتجيب لك عربية فولكسواجن، عربات كويسة أنا عندي واحدة منها. ولما اعتذر محجوب برير عن المبلغ قال لما اعتذرت عن قبول المبلغ وقلت له إنه أنا عملي تجاه الوحدة بينبع من قناعتي التامة، وعن إنه مصر طوقتني بأفضالها، وقاعد يعدد في الأفضال دي اللي هو إنه درس في الأزهر الشريف ودرس في الثانوية المصرية والآن هو في الجامعة المصرية، فقال أصر عليه بابكر زيادة عشان يشيل المبلغ ده، فرفض محجوب برير استلام المبلغ وقال له خلاص أنا أستبدل المبلغ بخدمة ممكن تقدمها لي. الخدمة اللي هي إنه يمشي معاه لأحد الشركات اللي هي شركة سفريان، ويقوم بدور الوسيط أو يتوسط له في إنه يدفع جزء من المبلغ ويقصدوا له باقي مبلغ العربية كأقساط شهرية. فرد له بابكر بأنه جدا وممكن ما في أي مشكلة، تعال لي يا محجوب بكرة الصباح في مكتبي. فاتوجه له محجوب برير في مكتبه من الصباح، وتوجهوا لشركة سفريان واستقبلهم ويليام مساق، وقال ويليام مساق أداه مفتاح العربية قبل ما يدفع المبلغ، أصلا قبل ما يدفع مبلغ العربية. يبدو أنه من الوقت ده بدأ دور بابكر عوض الله في الظهور. وعلى أي حال أثناء ما كانت الاستعدادات والاستقطابات على قدم وساق، جاءت ثورة أكتوبر 64 وقفت
كل التحركات اللي كان بتدور من أجل استعداد لانقلاب وشيك. وعاد تنظيم الضباط الأحرار صفوفه واجتمعوا في بيت الضابط محجوب طلقة في بيت المال. وكانت حصيلة الاجتماع ده رقم 1 الوقوف مع الإرادة الشعبية وطبع منشورات بتؤكد الكلام ده. رقم 2 إنه ينوروا الضباط في الضباط المسؤولين من الثورة في إنهم معاهم في كل خطواتهم، إنه تنظيم الضباط الأحرار بيدعم ضباط الثورة. رقم 3 الاتصال بالإدارة الجنوبية لأنها بتمثل ثقل الجيش ولتبني موقفهم واتخاذ قرار. هنا بعد الاجتماع ده وبعد المواقف اللي أخذوها دي التنظيم انحاز للشعب. أما فيما يتعلق بالتوصية الثالثة حصيلة الاجتماع اللي هي الاتصال بالوحدة الجنوبية فأدت إلى نتائج غير متوقعة، واللي هو كان عزلة أحد الضباط المهمين واللي هو فاروق حمد الله من ضباط الجيش. وفي 28 ديسمبر قام الملازم خالد حسين الكد بمحاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، وكانت المحاولة دي أوئدت في مهدها، وده كان بيرجع لأنه هو كان الضابط الوحيد المشارك في المحاولة الانقلابية دي. معظم المشاركين كانوا من المستجدين واللي ما تم تنويرهم أصلا بكيفية التحرك. وبعد إحباط المحاولة الانقلابية اللي قام بها الملازم خالد الكد عثر معه على دفتر فيه كان كشف بأسماء الضباط مجلس قيادة الثورة، وكان من ضمنهم القائم مقام جعفر محمد نميري. أحدث انقلاب خالد حسين الكد إرباك في صفوف الضباط الأحرار، وده لاعتقادهم بأنه المحاولة اللي قام بها خالد الكدي بما أنه هو لوحده ومعه بعض المستجدين وكده هي ما إلا محاولة لضرب تنظيمهم. وتعود شكوك الضباط الأحرار لأنهم كانوا فعلا هم عازمين على تنفيذ انقلاب أو كانوا بيخططوا له، وده الانقلاب اللي تم بنجاح في مايو في 25 مايو سنة 69. وبالتالي إذا كان تنظيم الضباط الأحرار هو اللي قام بتنفيذ انقلاب 25 مايو 69 إذن أين هو الدور المصري؟ ذكر الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء اللي أطاحت به ثورة مايو، وقال بعد الانقلاب تحققت من الانقلاب الأطاح بحكمي ولقيته تم بالاشتراك مع عبد الناصر، فقد علمت باتصاله أو استقباله في القاهرة ل3 من السودانيين تم الاتفاق معهم وإسقاط حكومتي وأنا اعتبرتها طعنة في الظهر. وقال المحجوب بأنه السيد الهادي المهدي أرسل رسالة لجمال عبد الناصر ذكر له فيها عن الاجتماع السري اللي تم في القاهرة واستقبل فيه عبد الناصر السودانيين اللي كانوا هناك ال3 سودانيين، وذكر أسامي 2 من وده كان في ديسمبر 1969. ولكن جمال عبد الناصر ما رد على الرسالة ولا عقب عليها. وفي 30 مايو 1970 نشرت صحيفة الحياة في بيروت تفاصيل القصة، ولكن عبد الناصر لزم الصمت. ويمضي المحجوب مضيفا في أخطر ساعات الأزمة ساعدت ناصر، ولكنه كان وراء المؤامرة اللي أدت إلى الانقلاب العسكري الثامن في السودان في مايو 1969 وأرسلتني إلى المنفى. أكتفي بهذا القدر من كواليس 25 مايو 69 إلى حين أن ألقاكم في قصة جديدة. ما تنسوا إذا كان البرنامج بيدور في دائرة اهتماماتكم إنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كنت معاكم أنا سناء إدريس وقصتنا قصة. في أمان الله.